القصة دي حصلت لي وأنا عندي حوالي 12 سنة. أمي كانت لسه بادئة تثق فيا وتسيبني في البيت لوحدي. إحنا عايشين في حتة هادية وناسها طيبين، شوارع واسعة، جناين كبيرة، وجيراننا كلهم عشرة عمر. يعني مكان ما تخافش تمشي فيه بالليل، تحس إنك في أمان. وده السبب اللي خلى أهلي يثقوا فيا ويسيبوني لوحدي وأنا صغير كده، لسه عايش معاهم في نفس البيت لحد دلوقتي. الليلة دي كانت ويك أند، أهلي كانوا مسافرين وهيسيبوني لوحدي. زمان لما كنا صغيرين جدودي كانوا بيجوا يقعدوا معانا أنا وأختي، بس لأن أختي ما كانتش موجودة لسبب ما، ولأن كبرت شوية قرروا يسيبوني لوحدي. أهلي خلفوني بدري، فكانوا دايما بيحبوا يتفسحوا ويسافروا مع أصحابهم. سابولي فلوس عشان أطلب بيتزا للعشاء. كانت ليلة مثالية لطفل في سني. البيت كله بتاعي، هلعب بلاي ستيشن طول الليل وهاكل بيتزا. كنت وقتها مدمن على ألعاب عميل سري على البلاي ستيشن 2. كنت بلعب لعبة اسمها النيران الخفية. بعد ما خلصت اللعبة للمرة الثالثة قررت أطلب البيتزا. كان في محل بيتزا جنب بيتنا على طول اسمه بيتزا بوم. هو قفل من سنين، بس كان المفضل عند عائلتنا وقتها. طلبت بيتزا جبن عادي، وأنا عندي 12 سنة كنت باكل 3 شرايح لوحدي بسهولة. أمي وصتني أغلف اللي يتبقى بفويل وأحطه في التلاجة. حطيت CD لعبة تانية وأنا مستني البيتزا.